مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه لعمل صينيه البطاطس بكفته الرز. اكله كده لذيذه وسريعه، ويلا بينا نشوف هتتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. فحله بقى على النار كده، وهحط معلقه سمنه كويسه، وهنزل معاها بمعلقه من الثوم المهروس، وهنقلب الثوم مع السمنه كده لغاية لما يصفر. انا مش عايزاه ياخد لون، هو بس يصفر. اصفر اهو، والريحة كمان طلعت. هنزل بقى بالصلصة اللي عندي او الطماطم المعصورة اللي موجود. هنقلب كويس، وهزود للصلصة شوية مية كده، يعني كوباية مثلا، كوباية ونص. اقلب كويس، وهنزل بقى بالتوابل اللي عندي. معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، ومعلقة صغيرة كمون، والملح حسب الرغبة. ننزل بده كله اهو، وتقلبتين كده، ونسيبها شوية على النار لغاية لما تغلي. بدأت تغلي عندي، هنزل بقى بالكفتة المحمرة. والكفتة دي احنا كنا عملناها في فيديو قبل كده، وهنزل لكم الطريقة في الكومنتات. واسيبها تاخد لها غلوتين كده، بتغلي اهي. هنزل كمان بقى بالبطاطس اللي انا مقطعاها مكعبات كده، ومش عامله فيها اي حاجه. احطها كده، ونسيبهم مع بعض بقى ياخدوا ويدوا من بعضيهم غلوتين 3 كده، ونشوف هنعمل ايه. شايفين الريحه؟ والله العظيم جباره، حاجه مش معقوله. هنطفي بقى كده، هي لسه ما استوتش سوا كامل. هننقله في بايركس علشان ندخل بيه على الفرن. هنغطيها بقى بالفويل كده، وهنحطها في فرن 180 حرارة علشان تستوي. صينية البطاطس بالكفتة بتاعتنا خلصت خلاص. تحفة شكلا وطعما، حاجة مش معقولة. أكلة حلوة ولذيذة قوي، هتنفعك في رمضان. ان شاء الله تشوفوا الفيديو ويعجبكم، وان عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي بستناها عشان اعرف رأيكم. دي كانت طريقة عمل كفتة الرز بالبطاطس، او صينية البطاطس بكفتة الرز بأسهل طريقة. مع مين؟